ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لمواجهة نادي بيراميدز المصري ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات أبطال إفريقيا، وذلك يوم السبت المقبل 14 ديسمبر، وفي مباراة مرتقبة ومنتظرة بفارغ الصبر من قبل عشاق شيخ الأندية التونسية. ويسعى الترجي لتحقيق الفوز في هذه المواجهة وتعزيز صدارته للمجموعة. تشكيلة الترجي المنتظرة ستكون محور اهتمام الجماهير والخبراء، حيث يتوقع أن يعتمد المدرب الروماني ريجي كامب على أفضل لاعبيه، ويختار التشكيلة الأقوى والأكثر تألقا في المباراة المهمة هذه. وستكون التشكيلة المتوقعة للترجي على النحو التالي: أمان الله ميميش، محمد بن علي، محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة، روجي أهولو حسام تقاكوناتي، ويوسف بلايلي موكوانا، ورودريغو رودريغيز. وسيكون لدى اللاعبين فرصة لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الفنية أمام منافس قوي مثل بيراميدز. ويبقى الجميع في انتظار النتيجة النهائية والأداء الذي يقدمه الفريق في هذه المواجهة الصعبة. وتنطلق مباراة الترجي وبيراميدز عند 8:00 مساء بتوقيت تونس، لقاء منقول عبر قناة بين سبورت القطرية. إخواننا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات كي يصلكم كل جديد. فريق الترجي الرياضي التونسي، وشكرا لكم. with